الساين ويف او الموجه الجيبيه دي علشان تتعرض في الكمبيوتر لازم تتقطع لسامبلز منفصله جنب بعض، وقيمه كل سامبل او عينه تتخزن في الكمبيوتر. السؤال بقى، هل ممكن اقلل كل عينات الساين ويف دي واخليها عينه واحده، او بالبلدي كده اضغط الداتا دي كلها واصغر حجمها من 10 عينات لعينه واحده؟ الرد على السؤال سريعا هو نعم، ايوه اقدر اعمل كده بشويه حسابات رياضيه. الحسابات الرياضيه دي مش هي الموضوع الاساسي للفيديو، فانا هحاول افرغ الفيديو من تفاصيل الحسابات الرياضيه علشان الفيديو يبقى معمول لكل الناس، واللي حابب يستزيد ممكن ياخد اسامي العمليات اللي انا هقولها دي، وهيلاقي ليها شروحات بسيطه جدا على يوتيوب وعلى الانترنت عامه. ويلا بينا نبدا. هنبدأ بإني أفكرك الأول بشوية خصائص للساين ويف أو الموجة الجيبية. الساين ويف هي موجة تكرارية، يعني بعد شوية وقت الموجة بتتكرر تاني، وبتتكرر هي بالظبط بعد ما تخلص كومبليت سايكل، والمدة المعينة دي بنسميها البيريود. السينوسويدال ويف دي للسهولة هنمثلها بالمعادلة ساين اف تايمز 2 باي تي، وهنا التي هتعبر عن الزمن الذي يمر، واف هتعبر عن التردد. يعني كل اف ما تزيد الموجة هتتعاد أسرع، وكل ما تقل الموجة تبقى أبطأ. بس كده، وده اللي محتاجينه من الساين ويف النهاردة. لو انت فرضت ان انا جهاز كمبيوتر وعارف المعلومات اللي فاتت دي كلها، وجي استاذ عبد الصمد يديني فلاشايه او اللي هي يعني اليو اس بي فلاش درايف عشان انقل من عليها ساين ويف معينه، يا ترى محتاج يحط عليها ايه؟ هل محتاج يحط المعادله كلها ويقطعها سامبلز زي ما قلنا في اول الفيديو ويسجل قيم السامبلز دي لمده كام ثانيه، ولا في حل اذكى؟ في الحقيقه طالما انا كمبيوتر يعني بعرف احسب كويس، فانا مش محتاج غير قيمه واحده بس، الا وهي الفريكونسي او التردد. عايزك بقى تعلم على الحته اللي فاتت اللي انا قلتها دي وتخليها دايما في دماغك. من اهم مبادئ الكومبريشن او الضغط هي اننا بنعتمد على ان الكمبيوتر مش مخزن بيستخدم بس علشان نخزن فيه، وانما هو مخزن ومصنع يقدر يعيد الحسابات وينتج داتا. وبالتالي من التكنيكس الرئيسية في الضغط هو ان انا لو عندي معادلة بتطلع داتا وانا عارف ان الداتا دي طالعة من المعادلة، فممكن اصغر الداتا باني بدل ما اخزن ناتج المعادلة اني اخزن البارامترز بتاعت المعادلة نفسها واديها لك وانت تعيد حساباتها عندك لما تطلب منك. كده انا جاوبت على حته بتيجي في دماغ ناس كتير من غير ما تاخد بالك، وهي ان انت ليه لو قاعد بتعمل لايف على يوتيوب او بتعمل فيديو كونفرنس على زوم ميتنج، ليه البروسيسور بيبقى شغال بقوه شويه وممكن تسمع صوت المروحه يعلى؟ والسبب بسيط جدا، ان البروسيسور شغال بيقوم بحسابات، لان اساليب الكمبريشن الحديثه بتقوم بعمل حسابات، والحسابات دي بتتعمل بمعادلات بتتحسب بالتوازي مع ارسال الداتا، واللي بيقوم بالحسابات دي هو البروسيسور، ويصح نقول كمان كارت الشاشه. وعشان كده الانكودنج والديكودنج للفيديوهات هي من العمليات التاكسنج على الكمبيوتر، خاصه مع الجوده العاليه، لان الحسابات دي بتتعمل بسرعه جدا علشان يلحق يضغط الكلام والصوره ويبعتهم من غير ديلي وانت اثناء الفيديو كونفرنس. في برضو كده حته اكسترا للمهتم، بما ان تحويل الموجه لترددات بيوفر في مساحة التخزين، إذن عملية تحويل الإشارات الموجية إلى شوية ترددات أو فريكونسيز هي عملية أساسية في أي نظام ضغط متقدم. العملية بقى دي اللي بتقوم لتحويل أي سيجنال أو موجة لشوية ترددات اسمها الرياضي فوريه ترانسفورم، ودي ببساطة عبارة عن ترانسفورميشن أو حسابات رياضية بتوصف الموجة بأنها شوية ترددات مختلفة، وبتتعمل على الكمبيوتر بكذا طريقة، بس أسرعهم وأكثرهم شيوعا هي الفاست فوريه ترانسفورم أو الاف اف تي، ودي كلمة هتلاقوها في مجال الكمبريشن بشكل مكثف، عشان كده حبيت أوضح بس هو إيه. بالنسبة للي ما فهمش الحتة أو الجملة اللي فاتت دي ممكن تنطها عادي وتتعامل معاها كبلاك بوكس لأنها مش هتفرق قوي في الفيديو يعني. بس عايز قبل ما أسيب الحتة دي بوجه كلامي بقى دلوقتي لطلبة الجامعة اللي بيدرسوا في الماث أو الرياضيات جزئية الترانسفورميشنز. في كونسبت مهم جدا لازم تبقى فاهمه في الفيديو بتاع النهاردة واللي بنتكلم فيه على إن الموجات
يتعمل لها ترانسفورميشن فتكون ممثله في النطاق الترددي بدل ما تكون ممثله في النطاق الزمني، استخدمنا فعلا الفوريه ترانسفورم. الغلطه بقى اللي انا بحذرك منها وانت في الجامعه وكلنا كنا بنقع فيها اثناء ما احنا بندرس، هي اننا دايما بنفتكر ان اي ترانسفورم تاني بندرسه غير فوريه ترانسفورم، مثلا زي لابلاس ترانسفورم او زي ترانسفورم، شرط يكون ليه معنى فيزيائي واضح، زي ان احنا نقلنا من الوقت للتردد. والحقيقه ان ده مفهوم غلط، لا خالص، بالعكس، مش لازم الترانسفورميشن يكون ليه معنى فيزيائي، وانما احنا بنعمله علشان ممكن يستخدم بعد كده مثلا في تسهيل الحسابات، او لتسهيل حلول بعض المسائل، او لدراسه ظواهر معينه جوه سيستم او نظام يعني معين. فما توجعش دماغك وانت تيجي تدرس الرياضيات او الترانسفورميشنز في الرياضيات وتقعد بقى تسال نفسك طب انا استفدت ايه لما عملنا الترانسفورميشن الفلاني، طب انا استفدت ايه لما عملت الترانسفورميشن العلاني، لان ده فخ كبير وملوش اجابه، فبس حبيت انبهك بدري ومش عايز منك اكتر من كده. نرجع لموضوع الفيديو الاساسي. طبعا هنا حد لازم هيجي ويسألني ايه علاقة تمثيل الموجة في مجال الزمني او المجال الترددي بضغط البيانات او بضغط الفايلات. للوهلة الاولى اي انسان عاقل هيقول ان مفيش اي علاقة للموجات بفايلات رقمية على الكمبيوتر، ولو في علاقة اخرها يعني يوم ما تتمعظم ممكن تأثر على فايلات الصوت فقط، باعتبار الصوت موجة واي موجة هي عبارة عن ساين ويفز بترددات مختلفة، فممكن يبقى في علاقة. انما ايه علاقه الصور والفايلات العاديه بتاعت الداتا؟ مبدئيا كون ان انت مقتنع ان الكونسبت ممكن يستخدم في ضغط ملفات الصوت فدي بدايه كويس، لاننا كده في الحقيقه متفقين على المبدا ولكن مختلفين في ازاي اي فايل رقمي غير صوتي يعني ممكن ان احنا نحوله او نمثله بموجة. وعشان نتفادى الخلاف بيني وبينك لازم نتفق من الان ان الخطوة الاولى بقى كده في اي نظام ضغط هي هتكون تمثيل الملفات من الانواع المختلفة في صورة موجات او في صورة موجة، بحيث نعرف نشتغل على الخصائص الموجية دي. واكيد انت مستنتج ان الخطوة الاخيرة في اي نظام ضغط، واللي اكيد طبعا هتيجي بعد الحسابات او يعني الضغط نفسه، هي ان احنا نعيد تحويل او نعيد تمثيل الموجات اللي هتطلع لنا في صورة او في شكل فايل بيانات او داتا عادية مرة تانية، واللي المفروض الناتج النهائي او الفايل النهائي اللي هيطلع يكون حجمه اصغر من الفايل اللي ابتدينا بيه قبل الضغط. فهنكتفي بهذا القدر من الدش النظري وهنخش بقى على طول في مثال يوضح لنا الكلام ده. تخيل اننا عندنا صورة التشيك بورد او مربعات الشطرنج دي. للسهولة اعتبر ان انا اخترت المربعات بلورد شوية او ناعمة شوية، وللسهولة اكتر هناخد سطر واحد بس من البيكسلز بالشكل ده عشان نتعامل فقط بشكل افقي مش افقي ورأسي مع بعض. زي ما انت شايف الصورة في الاخر هي شوية بيكسلز مرصوصة ورا بعض، وكل بيكسل ليها قيمة لونية من 0 للاسود الى 1 للابيض وما بينهم. لو رسمنا قيمة اللون لكل بيكسل مع رقم البيكسل نفسها هيطلع جراف شبه موجة الساين ويف، وبالتالي انا حولت الصورة لإشارة تشبه الموجة، وبالتالي اقدر اقوم عليها بالعمليات التي اقوم بيها على الموجات الحقيقية. وهنا طبعا هستخدم عليها عملية ايه؟ ال FFT أو ال Fast Fourier Transform، وهيطلع من الرسمة المليئة بالبيانات دي رسمة الجراف التاني في الفريكونسي واللي فيها معلومة واحدة بس. وبكده قللت قيمة 10 أو 20 قيمة اللي بيفضلوا يتكرروا بعدد البيكسلز في الصورة إلى قيمة واحدة بس عن طريق إني أخزنها في الفريكونسي دومين. طبعا هحتفظ مع قيمة الفريكونسي دي بشوية بيانات زي الصورة حجمها كام في كام وشوية تحابيش كده، بس أكيد ده أوفر بكتير من لو عندي صورة مثلا 1000 في 1000 بيكسل وأحتاج أحتفظ بقيمة لون كل بيكسل للمليون بيكسلز. وبكده أنا نجحت أضغط الصورة وأصغر حجمها. ياي. فيديو النهاردة مجرد كونسبت رياضي مش أكتر، وأنا في الحقيقة عملته علشان هدفين. أولا نشرح ونفهم الناس إن الكمبيوتر وخوارزمياته عبارة أصلا عن رياضيات، لأن في ناس كتير جدا مش فاهمة
ايه علاقة الكمبيوتر والرياضيات من منظور السوفت وير. وثانيا ان احنا طبعا نشرح فكرة مشهورة مستخدمة في معظم طرق الضغط الحديثة، واللي ممكن تفهمك الفروق ما بين طرق الضغط المختلفة. ده طبعا لو انت اطلعت عليها، ومش هيكون ناقصك غير الفاونديشنز او الاسس العلمية، وكمان تبقى فاهم ليه اي اسلوب ضغط ساعات بيكون بيضغط كويس وساعات نفس الاسلوب ما بيضغطش كويس، او زي ما بنقول ليه حالات مثالية او بيست كيس سيناريو، وليه حالات سيئة ما يقدرش يضغط فيها كويس او worst case scenario. واخر حاجة كمان يكون عندك تخيل ليه بيبقى فيه ضغط لوسلس ما بيضيعش داتا زي الزيب فايلز، بيقدر يسترجع او يرجع الفايل لاصله بعد ما تفك الضغط، وده لانه مش بيرمي اي تردد من الفريكونسيز اللي ابتدى من عندها. وكمان الناحية التانية في ضواغط هتتعرف عليها في المستقبل، هتبقى ضواغط لوسي زي الدوت جي بي جي والدوت ام بي 3 في الصورة والصوت. مش ممكن ترجع الملف الهاي كواليتي تاني لانه بالفعل رمى فريكونسيز او تخلص من داتا اثناء الضغط لتصغير الحجم، ومش هيعرف يرجع الفايل الاصلي من غيرها. كده انا شرحت الكونسبت، وفاضل حتة صغيرة بس هقولها في الجزء الجاي حالا. ولكن بفكرك لو النوع ده من المحتوى بيعجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. كمان بشجعك تكتب لي تحت في الكومنتات وتديني رأيك في المحتوى بتاعي بشكل عام. وللي حابب يدعم القناة عن طريق الممبرشيبس يدخل ويشترك، والاسعار رمزية بتبدأ من 5 جنيه في الشهر، وفي كمان باللي انت بتدفعه ده محتوى حصري. يلا نكمل. في نهاية المطاف ونهاية الفيديو عايز أوضح الفرق ما بين اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة واسلوب الضغط الكامل المكتمل. التحويل من التايم دومين للفريكونسي دومين هي واحدة من العمليات الأساسية لضغط البيانات، ولكنها ليست خوارزمية ضغط كاملة. يعني اللي أنا شرحته ده فكرة علمية عامة، والفكرة دي بتستخدم بعد كده من قبل خوارزميات الضغط المختلفة كخطوة من عدة خطوات، وبيجي معاها خطوات تانية. في الالجوريثم الأشهر على الإطلاق مثلا واللي هو الزيب، لما بيجيله ستريم اوف بيتس أو داتا يعني فيها بيتس ورا بعضها، بيحاول الأول يشيل الداتا المكررة على مستوى البيت، وده بانه لو لقى فيه شويه بيتس بيتعادوا كل شويه هم بيبتدي يخزن مكانهم ريفرنس من نفس الفايل، وبدل ما يعيدهم تاني يقول لك روح اقراهم من السطر الفلاني. والجزء التاني من التكنيك بتاع الزيب بيشتغل على بقى مش مستوى البيت، على مستوى الكلمه. وهنا لو مثلا بتضغط قطعه كومبريهنشن او فايل فيه يعني كتابه، وعندك حرف جر زي في مثلا، ممكن تغير كلمة فيه اللي بتتعاد كتير طول الفايل دي بكلمة معينة تانية بتاخد مساحة أقل في التخزين، وبالتالي كل تكرار لحرف الجر فيه هيكون في حد ذاته واخد مساحة أقل. وهو الزيب فايل بيشتغل بالتو تكنيكس دول. والزيب الجوريثم ده بقى طالما جبنا سيرته بيضغط بالطريقتين دول باختصار الداتا المقررة فقط، ومش بيستخدم أي حاجة ليها علاقة بالفريكونسي دومين اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة. بس ممكن خوارزمية تانية غير الزيب تكون بتستخدم الفريكونسي دومين وعندها طرق أخرى غير برضو الزيب تشيل بيها الريدندنت داتا أو الداتا اللي بتتعاد كتير على مستوى البيتس وعلى مستوى الوردز. ممكن خوارزمية تالتة بقى ترمي جزء من الداتا حاسة انه ملوش تأثير او مش هيأثر في الداتا بعد استرجاعها، ومجرد هيقلل الكواليتي شوية. من الاخر بتتعدد الخوارزميات، وكل خوارزمية بيكون ليها نقاط قوة ونقاط ضعف ومعدل احتياج السي بي يو في الحسابات، لكن كلهم مشتركين في انهم بيلفوا فيه الانكودنج لإزالة الداتا المكررة على مستوى البيتس ومستوى الوورد او الكلمة، وكمان اللجوء للضغط باستخدام الفريكونسي دومين، واللي هو كان موضوع فيديو اليوم. اخيرا هديكوا امثله لاشهر الضواغط اللوسلس للفايلات وللصور، واللي ممكن ترجع بيه الفايل زي ما كان قبل الضغط. وبالتالي دي الجوريثمات او خوارزميات بنستخدمها لو احنا فعلا محتاجين ان احنا نرجع الفايلات كما هي، وفي نفس الوقت مش محتاجين نبعت الحاجه دي اونلاين، او يعني من الاخر عندنا وقت نحسب فيه نظام الضغط او خوارزمية الضغط. والناحية التانية هدي امثلة للوسي كومبريسورز، دول بيستخدموا في المحتوى الاونلاين او البث المباشر زي اليوتيوب والفيديو كونفرنسنج، واللي بيكون ما عنديش وقت اطبق خوارزمية الضغط، وهمي الاساسي ان انا ابعت الصورة بسرعة حتى لو الكواليتي هتقل شوية. فيلا بينا نبدأ باللوسلس الاول. عندنا للصور في PNG و TIFF
وبالنسبه للصوت عندنا الدوت ويف والدوت اف ال اي سي. اما بالنسبه للفيديو مثلا عندنا الاف اف في 1، وللفايلات عندنا الزيب وال7 زيب والرار. بالنسبه بقى لللوسي كومبريسورز للصور في الجي بي جي والاتش اي اي سي، وبالنسبه للصوت في الام بي 3 والاي اي سي. اما بالنسبه للفيديو ففي الاتش في اي سي والام بي اي جي، وده الاكثر شيوعا حاليا، وفي منه كذا نوع، ولكن اشهرهم على الانترنت هو النوع اللي انا ضاغط بيه الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي، وهو الH.264. طبعا لاحظتوا ان مفيش ضواغط لوسي للفايلات اللي هي فايلات الداتا، لان مفيش سيناريو انت هتحتاج انك انت تضغط فيه الفايل ولما تيجي ترجعه تكون رميت جزء من الداتا او ترجع نصه او ربعه. يعني مستحيل مثلا هضغط كتاب 600 صفحه وبعد كده اما اجي ارجعه بعد الضغط ارجعه 300 صفحه بس. فيعني السيناريو ده مش سيناريو منطقي. زي كل الفيديوهات المشابهة اللي هي فيها كمبيوتر وماثيماتكس واستخدام حسابات دقيقة شوية، بحب أنوه إن كل الالجوريثمز اللي أنا استخدمتها أو الخوارزميات أو الحسابات الرياضية اللي أنا ذكرت طريقة شرحها دي ليست حقيقية، وإنما تسهيل جدا للرياضيات بشكل مبالغ فيه علشان بس كل الناس تفهم الفكرة ويكونوا فاهمين بجد. فلو عاوز تتعمق أو هتشتغل في حاجات زي كده فما فيش قدامك أي حل غير الدراسة. بس كده أنا خلصت. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله. أشوفكم على خير. سلام.